بعد ما تحدد النهائي في البطوله العربيه ما بين المنتخب الاردني والمنتخب المغربي المتطور جدا، في حاجه بسيطه بس عايز اعلق عليها قبل ما نقول مبروك للمنتخبين وقبل ما نقول مبروك للشعوب الجميله بتاعتنا. في خناقه دايره كده في الوطن العربي ما بين عرب اسيا وعرب افريقيا، ومين الاقوى ومين الاحق ان هو يبقى دايما صاحب يا جماعه انا مش داخل معاكم الخناقه دي، وما اعتقدش ان في حد عربي مبسوط بالخناقه دي. انتوا دارين باللي بتعملوه يا جماعه، دي بطوله عربيه معموله عشان تقربنا من بعض. الايام اللي فاتت والسنين اللي فاتت كان في تفرقه ما بيننا وبين بعض، وفي دايما مشاكل ما بيننا وبين بعض. لا، اللي كسب هنقول له مبروك ونفرح له، واللي زعلان يزعل على منتخب بلده، لكن ما يزعق وما يقللش من غيره. انا فرحان جدا للمغرب ان هي فريق فعلا انا شايفه متطور، فريق عنده اخلاص، كل واحد فيهم عنده اخلاص لبلده، من اول رئيس الاتحاد او رئيس الجمعيه المغربيه لحد اقل لاعب او اصغر لاعب موجود في الملعب. بنفس نظام الاردن، فريق برضه كويس جدا ومتطور، وفريق رايح من غير محترفين زيه زي المغرب. انا مبسوط بالفريقين دول، ومبسوط جدا بان هم صعدوا للنهائي، وكنت هفرح برضه لو السعوديه صعدت للنهائي، وكنت هفرح لو الامارات صعدت للنهائي. يا جماعه احنا في الاول وفي الاخر عرب، بالله عليكم الموضوع مش محتاج ان احنا نزعل من بعض، مش محتاج ان احنا نشتم بعض. السوشيال ميديا كلها خربانه، اصل عرب افريقيا وعرب اسيا والسعوديه والامارات والجزائر ومصر والمغرب، كلنا في الاول وفي الاخر عرب. اتقوا الله واهدوا، والله العظيم الموضوع ما بيننا ما محتاج كل ده، احنا اصلا مش ناقصين.